احنا اهو كبسنا فيه على الاخر، هنملى فيه علشان ايه؟ نحط كل اهو. يعني دي حبة قشر ليمون هنحطهم كده على الوش. حاولي بصي تدخلي كل الزيتون عشان ايه؟ في البرطمان اهو، عشان الهواء. كل ما هتضغطي، والميه المحلول بتاعه احنا محطيناش ميه خالص، دي بتاعه الشطه والملح والليمون. كل ما هنضغط وكل ما هيجي هيتملي هو لوحده اهو. بس. وهنحط حبة زيت على الوش اهو، حبة زيت على الوش. وهنجيب كيس نايلون اهو، كيس نايلون. عايزاكم تخشوا تشوفوا الطريقة بتاعتنا الحلوة دي، وهنفضل نغلف البرطمان بتاعنا كده لحد ما نقفل الهواء عليه خالص. يعني هنعمل الكيس جامد. يعني بص هنربط كده ونغلفه التغليفه دي. هنجيب الغطا بتاعه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احنا النهارده عندنا الزيتون الجميل ده. احنا فتحنا الزيتون. يعني ايه فتحناه؟ يعني جبنا زيتون كده ومش مفتح، وكل فيه بيد الهون كده، ورحت ايه عامله الزيتونايه. هوريها لكم. عملتها كده اهي، فتحت معايا على طول. عملت كل الكميه دي اللي انا ايه هتاكليها على طول، وحطيتها في ميه وملح علشان ما تسمرش معانا لحد ما اعمل لها الخلطه بتاعتها. والزيتون ده هنعمله من بتاع السنه للسنه اهو. هوريكم هنعمل ايه. وجبت عندي فلفل شطه هرسته، يعني طحنته في الكبه اهو. وعندي الليمون ده، عندي الليمون الحلو ده. هقطع الليمون كده اهو. كل اللي فيه ان انا هشيل البذر علشان انا هعصر الليمون ده. هعصر كميه كده الاول في حاجه صغيره. نجيب حاجه صغيره اهو، اعصر شويه من الليمون. وممكن نجيب العصاره، هناخد القشر من غير ما نقعد نشيل في البذر. هنجيب العصاره بتاعتنا الحلوه دي وهنعصر كميه من الليمون. بصوا حبايبي، انا عصرت شويه ليمون، ميه ليمون، عشان احط القشر كده واضربه كله في الخلاط اهو. هقطع كميه ليمون على بعضها اهي. هنقطع الليمون كده عشان ايه اضرب كميه في الخلاط اهو. عشان ما احطش ميه خالص، عشان ما احطش ميه في الخلاط خالص، عشان انا مش عايزه احط ميه للليمون ولا الزيتون. قطعه كده قطع الليمون 4/4 وهروح اضربها في الخلاط اهو. عندنا هضرب الليمون كده. يا رب التصوير بس يظبط معانا عشان تشوفوا كل حاجه
وبعدين هضرب كمية الليمون. شايفين يا حبايبي بعد ما ضربت الليمون في الخلاط كده كله ببعضه اهو اهو كده، ضربته كله ببعضه. هجيب عندي طبق كبير وهاجي على الزيتون بتاعنا اللي انا مفرغاه اهو ونقعاه في الملح عشان ما يسمرش معانا. شايفين السمر كله نزل في الميه. لو سبتيه كده هيسمر هو، لان كل السمار نزل في الميه الام ملح. مفدغينه اهو. ده بيتاكل بسرعه، يعني ممكن يقعد له 15 يوم او 10 ايام تقدري تاكليه اهو. هجيب عندي الليمون اللي انا اهو كتبه عليه، اللي انا عاملاه. هجيب عندي كيس ملح، كيس ملح اكتر كمان. حط كيس الملح ابو جنيه ده عليه حوالي اقل من نص التاني اهو عشان يستوي معاكي بسرعه. وهجيب الشطه اللي انا عاملاها اهي، هاخد نص الكميه كده هقلب بعضه. شايفين هينزل ميته وهينزل كله وهيسحب الليمون بتاع ده الزيتون كله هيسحب مرار بعضه اهو. والفلفل اللي احنا عاملينه فلفل حراق. هنجيب له برطمان حلو اهو كله هينزل ميته، مش هنحط له ميه خالص، ميه من الليمون اللي احنا عاملينه اهو اهو من اللي احنا عاملينه. هتاكلي احلى زيتون سريع. وتعالوا معانا هنجيب برطماننا الحلو ده اهو، غسلينه ومنشفينه معقمينه اهو، وهنعمل فيه الزيتون. نحط كده الزيتون بتاعنا وهبتدي اعبي في البرطمان كده. ممكن تاكلوه بعد يا جماعه 15 يوم هتلاقوه استوى، هتاكلوا منه احلى زيتون. زيتونه تفاحي جميله، زيتونه تفاحي جميله. اعبي البرطمان وارجع. احنا اهو عملنا البرطمان، قربنا نخلص كميه الزيتون اهو، مش هنسيب ولا واحده الا لما نحطها اهو في البرطمان. بقى هينزل، بص الميه هيفضل ينزل في الميه بتاعته دول حوالي 3 كيلو زيتون، 3.5 كده. هتحاولي تدخلي كل الزيتون كده فيه عشان ما يخشلهوش هوا، يفضل الزيتونه عندك فاتحه وحلوه
اهو. نلم كل اللي احنا ضربناه ده اهو. اهو وهنحاول اهو. كل ما تضغطي هتنزل الميه تزيد، كل ما تضغطي الميه تزيد. بظبط التصوير. وانا عندي حبه من العصفر، هو المفروض كنت قلبتهم معاهم بس مفيش مشاكل. هنحطهم كده على الوش بيسحب المراره. وهجيب كام ليمونه كده اهو، اعصرهم على الوش عشان اخد القشر بتاعهم كده، تحطيهم من فوق. ده الزيتون السريع اللي احنا هناكله بسرعه، اما التاني مش هنفتحه ولا نفدغه ولا اي حاجه. لاحظوا ان احنا محطناش ميه خالص اهو. الزيتون بتاعنا هاجي على وشه وهحط حبه زيت اهو. تحطي حبه زيت كده على وش البرطمان. وهجيب كيس بلاستيك وهقفل الهواء خالص على البرطمان بتاعنا اهو. على قد ما تقدري قفلي، متخلوش يدخل له هواء. ده اول زيتون اللي احنا عملناه معانا، اللي هو الزيتون اللي هيتاكل ان شاء الله بسرعه اهو. بعد كده هوريكم هنعمل. بصوا يا حبايبي، احنا عملنا الطريقه دي اللي هي طريقه ان احنا هناكله على طول، اللي احنا ايه فدغناه. اما الطريقه دي هيقعد من السنه للسنه اهو. هنخليه كده من غير، هو لسه زي ما هو. هوريكم الطريقه نفس الطريقه، بس ايه مش هنفتحه ولا هنعمل فيه اللي احنا عملناه في الاولاني. عندي ليمون برضو اهو عصراه. شايفين انا عندي الليمون اهو، عندي ليمون عصراه اهو عشان احطه احط عليه الليمون اللي انا ايه اهو. هضربه في الخلاط عشان الخلاط يمشي معايا. هضربه في الخلاط ده، هنضربه في الخلاط. بس يا رب التصوير يظبط معانا اهو. نظبط الخلاط.
ضربت الليمون اهو في الخلاط بقشره اهو. هجيب الملح، هحط كيس ملح واكتر. الملح مش كتير عشان احنا عندنا الليمون من غير حاطينه كده، ضربينه في الخلاط. حط نص التاني مش هيجرى حاجه. هحط حبه عصفر عشان يشيل المراره بتاعته. وهحط باقي الليمون اللي انا كنت عصراه. احنا مش هنحط ميه خالص. وهحط الشطه بتاعتي زي ما حطينا في الاولاني اهو. فلفل احنا ده كله عاملينه في الكبه، ضاربينه في الكبه حراق عشان يشد المراره اهو. مش هنحط معاه اي ميه، هو كده لوحده هينزل ميته. هتقلبيه طريقه حلوه وسهله وبسيطه كده. عندنا جبنه الزيتونه الحلوه دي اهي. احنا ما حطيناش ده، ما حطينالهوش ميه خالص. شايفين الميه بتاعته كان كده، فضل يعمل لما الميه زادت اهو. هنقلبه التقليبه الحلوه دي كده اهو. كله بص نزل ميته بالليمون اهو، بالملح بكله. يا ريت تخشوا وشوفوا طريقتنا الحلوه دي عملناها ازاي. تشتركوا في القناه كده وتدعمونا كده وتخلي القناه تكبر بيكم اهو. احلى طريقه لتخليل الزيتون. انا عملته السنه اللي فاتت بطريقه دي، طريقه جديده. كل شويه ليها طريقه اهو. الطريقه دي او الطريقه التانيه. هنكمل البرطمان بتاعنا اهو. كل ما تحطي له اللي تكبسيه كده ينزل الميه بتاعته. احنا اهو هنحاول نكبسه كده عشان يملى عشان الميه تدخل اهو. تمليه على الاخر اهو. الزيتون بتاعنا يا جماعه احلى طريقه زيتون. عملنا ده المخلل السريع اهو، وده الزيتون السريع اللي هو مفيش 15 يوم فدغناه ان احنا ناكله على طول. وده اللي هيقعد معانا طول السنه، للسنه اهو. وادي ده هنحط له، هنشوف له برطمان كمان. يبقى احنا عملنا كل الليمون اللي احنا عايزين نعمله اهو. عايزاكم تخشوا وتشوفوا احنا عملنا الزيتون ده ازاي، حلاوته وطعمته اهو. تشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. احلى مخلل زيتون اهو. ادي الزيتون الجميل اهو، احلى زيتون اهو. احلى زيتون، احلى زيتون اهو، احلى مخلل زيتون. واذا عجبكم الفيديو اعملوا لنا لايك واعملوا لنا شير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.